اهلا يا صديقي. انا لما بغيب ما بغيبش كده اونطه. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. تعالى كده احكي لك عن واحد ما يعرفش يعيش من غير المصارعه. الوجع بالنسبه له مش وجع، ده البنزين اللي بيشغله. اسمه بويكا، الراجل اللي العالم كله بيقول عليه آلة قتال. بسرعه يلا اديني خيالك ويلا بينا. بويكا عايز يعيش حياه جديده بعيد عن الدم والضرب، وبيروح الكنيسه ويتبرع ويعمل خير كتير. وبيسأله كسبت اخر ماتش ليك؟ قال له طبعا، هو حد يقدر يجي على سكتي؟ قال له طيب ما تبعد يا ابني عن اللعبة دي وتشوف اي حاجة تاني. بويكا قال له دي موهبة ربنا اداها لي ومش هضيعها. بعد كده وكيل اعماله جاي جاري عليه وهو بيتمرن ويقول له الفرصة جات لك، الماتش اللي طول عمرك بتحلم بيه. بويكا قال له اهم حاجة يبقى قانوني مش شمال. قال له يا عم دي بطولة اوروبا، بس في كشاف مواهب لازم يتفرج عليك الماتش الجاي، لو اقتنع بيك هتتأهل. قال له خليها على الله يابا، اللي مع ربنا ما بيخسرش. بويكا واقف داخل اوضه اللبس بيحمس نفسه، بيتنفس ببطء كده وبيربط ايده ويبص لنفسه كده ويقول المره دي غير كل مره. ينزل الحلبة والجمهور يولع. الواد اللي قدامه مش سهل، برضه شاطر في اللعبة وشكله موهوب، بس بويكا ما بيفرقش معاه الكلام ده. وثيق من الفوز، وثيق من الفوز، كل حركة منه محسوبة، كل ضربة كأنها متقاسة بالمسطرة. الولا بيهجم عليه بس بويكا يلف بسرعة كده ويروح يضربه على صدره، وبعدين كوع في وشه، وبعدين ضربة طيارة ميرة تخلص الحوار. الواد يقع ما بيتحركش، الناس تسقف والكاميرات تصور وبويكا واقف مبسوط طبعا. بويكا يشوف الولا خارج عن النقالة ومعلقين له المحاليل، يسأل فيه ايه؟ قالوا لا بسيطة، ده جاله ارتجاج في المخ. بعد كده بيعرف ان الواد مات وضميره بيأنبه. بعدها بكام يوم بويكا يعرف ان الراجل اللي مات كان متجوز، مراته اسمها ألما، ست طيبة وغلبانة بتشتغل في كنيسة صغيرة وبتحاول تسدد ديون جوزها، بس بعد موته الديون دي بقت جبل فوق راسها. في تاجر سلاح خطير اسمه زوفر بيسيطر على المنطقة كلها وبيستغلها طبعا عشان تسدد الفلوس اللي جوزها كان مديون بيها. بويكا لما يسمع الكلام ده ضميره بيصحى ويقرر يسافر روسيا. يوصل روسيا ويمشي في شوارع ضلمة وشه مخفي عشان هو مطلوب هناك، مسجل يعني. يدور عليها لحد ما يوصل للكنيسة اللي بتشتغل فيها ألما. يبص لها كده من بعيد، وشها هادي بس في عيونها تعب الدنيا. يقرب منها ويقول لها أنا اسمي بويكا اللي كان بيلاعب جوزي. تتجمد في مكانها طبعا وتسأله أنت اللي قتلته؟ يرد بهدوء غصب عني، ما كانش قصدي والله. تبص له بصة كأنها خنجر وتقول له انت اخدت مني كل حاجة، وتسيبه وتمشي. الموقف ده بيكسره اكتر من اي ماتش مصارعة لعبه في حياته. وبعدين يعرف ان الست دي مديونة لزوفر وان الراجل ده مستغلها وبيخليها تشتغل بالسخرة في النوادي. بويكا ساعتها يقرر ان هو اللي هيسدد الديون مكانها. يروح يقابل زوفر اللي كان قاعد في مكتبه وعمال يضحك زي النطع كده. يقول له سمعت عنك يا بويكا، المقاتل اللي بيقتل كل خصومه. يرد بويكا بكل ثقة انا عايز العب البطولات اللي انت بتعملها هنا في الصالة، والفلوس كلها تروح للست دي. زوفر يضحك كده بسخرية ويقول له تمام، بس اللعبة هنا مش زي السجون، هنا الناس بتموت بجد. بويكا يرد عليه بابتسامة بسيطة كده ويقول له ما تقلقش، انا متعود على الكلام ده. ومن هنا بتبدأ سلسلة معارك جحيم. اول خصم ليه راجل روسي كده شكله مرعب، ضخم وبيستخدم القوة الغاشمة. بويكا يطحن في الاول، لكن مع الوقت يبدأ يقرأ تحركاته كويس. يضربه في الركبة ويلف حواليه كده ويديله ضربة في دماغه كده تخليه ينزل مكانه. زوفر طبعا ينبسط من اللي بيحصل ده ويقول باين كده ان في عندي نجم جاي جديد. الجمهور بدأ يحب بويك. طبعا هي متضايقة جدا وزعلانة جدا، لكن لما تشوفه وهو بيصلي لوحده في الكنيسة ودموعه نازلة وبيقول كلام كده مش مفهوم، تحس ان الراجل ده فعلا ندمان. يوم ورا يوم بتبدأ تكتشف فيه انسان جديد، مش وحش زي ما هي كانت فاكرة. لكن زوفر طماع، يقرر يدخل بويكا اكبر بطولة عنده، النهائي اللي فيه اخطر مقاتل عنده، كوشمار. راجل ضخم زي الجبل، وشه متقطع وبيضحك بطريقة مرعبة. المباراة بتبدأ، قصدي المعركة بتبدأ، القاعة كلها بتولع. زوفر قاعد في الصف الاول عمال يضحك، وكوشمار بيبص على بويكا كأنه فريسة هياكله. الماتش بيبدأ وكوشمار بيبدأ يهجم على بويكا ويديله شوية ضربات كده في وشه وشوية ركلات في رجله. بويكا بيقع ويقوم من تاني وهو عمال يعرج. يضربه في بطنه لكن كوشمار زي الجبل ما بيتحركش. يضربه تاني والدم سايح من وش بويكا. الجمهور عمال يصرخ والوقت بيجري، وفجأة بويكا يفتكر وش ألما والدم اللي على ايده من الراجل اللي مات، ويصرخ بكل قوته ويديله ضربة كده رهيبة تخلي كوشمار يطير ويقع. الجمهور كله يولع في الصالة بويكا بويكا بويكا، وبويكا بيكسب الماتش. لكن طبعا الشر ما بينامش. زوفر يبعت رجالته كلها يهاجموا بويكا ويدور بينهم حرب، شوية ضربات وركلات وصوت عظم بيتكسر. بس قبل ما يخلص عليهم الشرطة تقتحم المكان وتخلص الحوار. بويكا يستسلم، عارف ان عليه حكم بالسجن،
بس المرة دي مش زي كل مرة، المرة دي وهو راضي عن نفسه. ألما تروح تشوفه وهو رايح عربية الشرطة وتقوله خلاص أنا سامحتك. وآخر لقطة بويكا وهو قاعد جوه الزنزانة، بس المرة دي راضي عن نفسه وبيهمس كده لنفسه وبيقول كل ضربة أخدتها في حياتي كانت عشان أتعلم وأقوم من تاني. لو عجبك فيلمنا يا صديقي ما تنساش لايك وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنت ايه الأفلام الجاية اللي انت عايزها.